الحكاية بتبدأ في سنة 965 قبل الميلاد في كوكب الأرض، وبيهجم على الأرض كائنات فضائية اسمهم عمالقة الصقيع وبيحولوا الناس لجليد. ولما بيعرف أودين ملك أسجارد باللي حصل بيجمع الجيش بتاعه وبيحاربهم، وبيقدر فعلا يهزمهم، وبياخد التسراكت اللي هي مصدر القوة بتاعتهم وبيحتفظ بيها في أسجارد. وبتكون أسجارد أقوى مملكة في الكون، وبيكون عند أودين طفلين هم ثور ولوكي، ودايما بيحكي لهم عن الحروب اللي خدها في حياته، وبيحكي لهم كمان عن عمالقة الصقيع، وبيقول لهم انهم هيحاولوا تاني بعد هزيمتهم يرجعوا التسراكت، ولكن واحد فيكم في المستقبل هو اللي هيحكم المملكة دي وهيواجهه. وبيكون ثور متحمس جدا وبيقول له هدمرهم كلهم. بعدها بتمر سنين وبيكبر لوكي وثور، وبيكون ثور النهارده هيتعين ملك لأسجارد لان اودين كبر في السن وما عادش قادر. وبيكون ثور متحمس جدا ومعاه السلاح بتاعه، وهو عبارة عن مطرقة محدش بيقدر يشيلها غيره وبتتحكم في البرد. واثناء تتويج ثور بيهجم مجموعة من عمالقة الصقيع للقصر عشان يسرقوا التسراكت، وبالفعل بيقدروا يوصلوا له، لكن الحراس بيشوفوهم وبيدمروهم. بعدها بيروح ثور واودين عشان يشوفوا ايه اللي حصل، وبيقول ثور لاودين ان ما ينفعش نسكت على اللي حصل والا هيتكرر تاني، وبيكون عايز يروح كوكبهم ويهجم عليهم عشان يعلمهم درس. لكن اودين بيرفض لان لو ده حصل ممكن تقوم حرب، ولكن ثور ما بيهتمش وبيروح يجمع الفريق بتاعه عشان يهجموا على كوكب عمالقة الصقيع، وبيطلب من هامدال يفتح البوابة للمكان ده لكنه بيرفض. لكن ثور بيقدر يقنعه، وبالفعل بيفتح لهم بوابة للكوكب ده، وبيروح فعلا ثور وبيقابل الملك بتاعهم واسمه لوفي، وبيفضل ثور يستفز فيه لكنه بيأمر رجالته يهجموا عليهم وبتقوم بينهم معركة. لكن فجأة بيظهر اودين وبيطلب من لوفي يوقف كل اللي بيحصل والا هتقوم حرب بينهم تاني. وبياخد بعدها ثور وفريقه وبيرجعوا لمملكة اسجارد، وبيفضل اودين يتعصب على ثور وبيقول له انت لسه مش جاهز تبقى الملك لانك ما بتتصرفش بعقلانية. فبيتضايق ثور هو كمان وبيغلط فيه وبيقول له ان كبر في السن وبقى بيخاف. فبيغضب اودين جدا من كلامه وبيجرد ثور من قوته وبيقرر ينفيه لكوكب الارض، وبيحط كمان تعويذة على المطرقة بتاعته ان اي حد جدير بيها هيملك قوة ثور، وبيرميها كمان لكوكب الارض وراه. بعدها بنشوف مجموعه من العلماء بيبحثوا في الصحراء وبيستشعروا طاقه كبيره، وبينزل فجاه ثور من السماء وبيربطوه بالعربيه، وبيفضل ينادي على هامدال عشان يفتح البوابه لكنه ما بيسمعلوش. وبيكون الناس دول خايفين منه جدا وفاكرينه مجنون، فبيكهربوه وبيفقدوا الوعي وبينقلوه بعد كده للمستشفى. ولما بيفوق بيفضل يضرب في كل اللي حواليه، لكن بعد كده بيجي دكتور وبيخدره وبيفقدوا الوعي. وبيجي تاني يوم وبيكون في راجل ماشي بالعربيه بتاعته في الصحراء وبيشوف المطرقه بتاعت ثور وبيحاول يشدها لكنه ما بيعرفش، وبيجي بعدها ناس كتير بيحاولوا يشدوها لكن برضه ما بيعرفوش، واللي بيجرب كمان بالعربية بتاعته والعربية بتنكسر. بعد كده بيوصل عميل من منظمة شيلد اللي هي بتاع نيك فيوري وبيبلغهم باللي شايف. بعد كده بيحاول ثور تاني يهرب من المستشفى وبيقدر ينجح فعلا، ولما بيخرج الشارع بيوصلوا العلماء دول تاني وبيربطوه بالعربية. بعدها بنشوف لوكي وبيكون طمعان في قوة التسراكت وبيحاول يروح وياخدها، وبيروح فعلا، ولما بيلبس المكعب ده بيلاقي لونه اتحول للأزرق. بعدها بيجيله اودين وبيحكي له انه من زمان في الحرب مع عمالقة الصقيع كان في طفل صغير وصعب على اودين جدا وقرر ياخده ويربيه معاه، والطفل ده هو لوكي. وبيفهم لوكي انه مش ابن اودين ولا اخو ثور وانه من كوكب عمالقة الصقيع، وبيتعصب لوكي جدا على اودين وبيقول له انا دلوقتي فهمت ليه بتفضل ثور عنه وان اخترت هو يكون الملك مش انا. بيزعل اودين من كلامه جدا وبيتعب وبيفقد الوعي. بعدها بيجي الحراس وبياخدوه، وبيستغل لوكي تعب اودين وغياب ثور وبيقرر يحكم اسجارد وبيقعد فعلا على العرش. بعدها بنرجع للارض وبيكون العلماء دول اخدوا ثور لمطعم ياكلوا فيه، وبيفضل يحكي لهم عنه وانه ملك لكنهم ما بيصدقوش. وبيسمع ناس جنبه بيتكلموا عن مطرقه في الصحراء محدش بيقدر يشيلها، وبيروح يكلمهم وبيعرف منهم مكانها. ولما بيخرج بتجري وراه جيم وبيقول لها توديه المكان بيبيع حيوانات، وبيروح فعلا وبيطلب من الراجل ده يشتري حصان لكنه بيقول له احنا ما بنبيعش حصان. وبتيجي جين وتقول له انا هوصلك، وبتوصله فعلا للمكان اللي فيه المطرقه. وبتكون منظمه شيلد محاصره المكان بالكامل وبتعمل ابحاث عن المطرقه دي عشان يعرفوا محدش قادر يحركها من مكانها ليه. وبيهجم عليهم ثور وبيفضل يضرب في كل الحرس وبيقدر يوصل فعلا للمطرقه وبيكون فرحان جدا، ولما بيحاول يشيلها ما بيقدرش وبيفضل يصرخ بكل قوته عشان والده جرده من قوته. بعدها بتيجي الشرطه وبتعتقله وبيفضل العميل ده يحقق معاه لكن ثور ما بيرضاش يتكلم خالص. بعدها بيشوف قدامه لوكي وبيفرح اول ما بيشوف، لكن لوكي بيقول له ان اودين مات وانت السبب
السبب، وبيكون بيكذب عليه وبيحس ثور بالذنب، وبيكونش لوكي عايز ثور يرجع أصغر عشان هو اللي يحكمها، وبيحاول قبل ما يمشي يشيل المطرقة بتاعت ثور لكنه ما بيقدرش. بعدها بيجي دكتور إيريك وبيقدر يحرك ثور. بعد كده بيروح لوكي للوفي ملك الصقيع وبيعمل معاه صفقة، وهي إنه هيسهل دخوله لأسجارد عشان يحاول يقتل الملك أودين عشان لوكي يبقى هو الملك، ومقابل ده هيرجع له التسراكت من تاني. ولما فرقة ثور بيعرفوا نوايا لوكي بيقرروا يرجعوا الأرض تاني عشان يرجعوه، وبيروحوا لهامدال وبيساعدهم فعلا وبيفتح لهم بوابة للأرض، ويفضلوا يدوروا على ثور وبيقدروا يوصلوا له فعلا. وبيفرح جدا أول ما بيشوفهم وبيحضنهم، وبيفضلوا يحكوا له إنه أودين عايش مش ميت، وإن لوكي كان بيضحك عليه عشان ما يرجعش أسجارد ويبقى هو الملك. ولما بيعرف لوكي إن هامدال ساعد فرقة ثور بيروح له وبيجمده، وبيبعت بعدها حارس آلي ضخم للأرض عشان يخلص على ثور. وفي طريقه بيقابل عملاء شيلد وبيهجم عليهم وبدأ يقتل فيهم. بعدها بيوصل لمكان ثور وبيفضل يتقاتل مع أصحابه لكنه بيكون قوي جدا ومش قادرين عليه، وبيحاول بعدها ثور يهجم عليه لكنه بيضربه بقوة وبيرميه بعيد، وبسبب إن ثور اتجرد من قوته بيكون هيموت. وفي نفس الوقت بيفوق أودين وبيقرر يرجع لثور قوته من تاني، وبيقدر فعلا يستدعي المطرقة بتاعته وبيهجم على الكائن ده وبيقضي عليه. بعدها بيودع جين وبيقول لها إنه هيرجع لها تاني، وبيرجع هو وفرقته لأسجارد عشان يلحق أودين قبل ما يموت. وفي نفس الوقت بيكون لوفي قدر يوصل للقصر بتاع أودين وبيكون هيقتله، وقبل ما يخلص عليه بيضربه لوكي وبيقتله. وبتكون أصلا دي خطة عاملها عشان يبان إنه كويس قدام الكل وإن هو اللي أنقذ أودين من الموت. بعدها بيوصل ثور وبيقول لوالدته إن دي خطة لوكي عاملها وإنه بيكذب وإنه مخطط لكل حاجة، وبيبدأ لوكي فعلا يهجم عليه لكن ثور ما بيبقاش عايز يضربه لأنه أخوه، لكنه بيقول له أنا مش أخوك، وبيفضل يضرب فيه. فبيضربه ثور وبيهزمه وبيقرر يكسر الجسر اللي بيتنقلوا منه للعوالم عشان ينهي الحرب دي. وبيكون لوكي وثور هيقعوا من على الجسر وبيلحقهم أودين على آخر لحظة، لكن لوكي بيحس بالذنب وبيقرر يسيب إيد ثور ويقع، وبينهار ثور أول ما بيشوف أخوه بيموت وبيحزن عليه أودين. بعد فترة بنشوف ثور مع أودين وبيقول له إنك هتبقى ملك حكيم، لكن ثور بيقول له مفيش حد هيبقى في حكمتك، وبيقول له كمان أنا قدامي لسه كتير أتعلمه وفي يوم من الأيام هخليك فخور بيا. فبيقول له أودين أنا فخور بيك من دلوقتي. بعدها بيروح لهامدال وبيقول له إحنا كده خلاص فقدنا الاتصال بالأرض، فبيقول له هنلاقي حل لأن دايما بيكون في حل، وبيكون مشتاق لجين جدا وعايز يشوفها تاني. بعد فترة بنشوف نيك فيوري وهو بيستدعي دكتور إيريك وبيوري له التسراكت وبيطلب منه يعرف إيه ده لأن فيها طاقة كبيرة جدا. وبنشوف كمان انعكاس لوكي في المراية وبيكون لسه عايش ما ماتش. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحكاية، وقبل ما تمشوا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ومع السلامة.